السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناتنا أكلاتنا اليومية. أكلاتنا اليومية النهاردة عاملة إيه؟ عاملة المحشي الجميل ده كده مشكل. عاملين البتنجان والكوسة وفلفل. ده بقى أول حاجة بعملها معاكم. البتنجان بعمله بقى بالشكل ده كده. بضغط عليه بإيديا وبعمله على البلانشة بقى بالشكل ده لحد ما يطرى خالص من جوه، وابدأ ان انا افضيه كده ينزل بكل سهولة معايا بالشكل ده كده من غير مقوار ولا اي حاجة. الطريقة دي سهلة وجميلة جدا عن المقوار كمان. تلاقيها معاكي في البتنجانة اتقورت وفضت على طول. وطبعا هنا كده جايبة مية وتلات اربع معالق ملح كده بالشكل ده. اللي اخلصها احطها في المية على طول، عشان طبعا عارفين ان البتنجان بتاعنا دون اي بتنجان يعني ابيض او اسود بيسمر على طول، فلازم اخلصها على طول احطها في ميه بملح عشان ما تغمقش معانا بالشكل ده كده. شايفين؟ بضغط عليها وبفضيها بكل سهولة. وكده بتخلص معانا البتنجانية كلها بالشكل ده كده، ما يبقاش فيها اي حاجة جوه من البذر بتاعها. ونحطها بردك في المية كده بملح. هخلص بقى كل البتنجان ده كده بالشكل معايا كده دون، ويفضل منقوع بالشكل ده كده لحد ما نيجي نحشي. يعني ما طلعوش من المية اللي بملح دي الا ساعة الحشو بس. الوقت بقى كده هنروح نحشي الكوسة. بنعملها برضو كده بالمقوار بالشكل ده كده عشان يديها شكل حلو، او ممكن تقشريها بالقشارة، او ممكن تقشريها بالسكينة زي ما تحبي، بس شكل المقوار دون بيديها شكل حلو. بقشرها بقى بالشكل ده كده وبقسمها نصين. في بيحشي الكوسية على بعضها وفي اللي بيقسمها كده نصين، بس هو الأحسن إن هي تبقى نصين كده، تبقى صغيرة ما تبقاش كبيرة زيادة عن اللزوم. وبالمقوار بقى كده وبنبدأ نقورها بالشكل ده كده. نحاول نجيب من بره لجوه لحد ما نطلع القلب بتاعها خالص وتبقى بالشكل ده كده من جوه. هبدأ دلوقتي بقى أقشرها كلها بنفس الشكل ده كده. هي الكوسة بتاعتنا كبيرة شوية كده، بس دي اللي لقيناها في السوق. أنا بحب أحشي الكوسة تكون صغيرة عن كده، بس دي صراحة اللي لقيناها. وبرضو كانت طعمها جميل جدا ومسكرة وحلوة، يعني ما شاء الله كانت حلوة. كده قشرت بقى كل الكوسة بنفس الشكل ده كده واديتها كده شطفة تحت المية، وبدأت اني اقورها كلها بالشكل ده كده. هقور بقى كل الكمية وترجعوا تشوفوها بعد ما خلصتها كلها. تمام بالشكل الجميل ده كده خلصت كل الكوسة بتاعتنا. جيت بقى على القلب بتاعنا بتاع الكوسة كده من جوه، بيبقى طالع معاه حتت كبيرة كده منه، فانا ببدأ ان انا اصغرها شوية. الحتت الكبيرة اللي زي دي كده بقطعها حتت صغيرة بالشكل ده كده عشان انا هفرشها في الصينية بتاعتنا اللي هحشي فيها الكوسة. وهنا بقى كده بدأت اني اقور الفلفل بالشكل ده كده. بقطع الحتة الفوقانية كده ونطلع قلبها. بحب احشي الفلفل، بيبقى طعمه جميل قوي. واخد الايه، شوف الفلفلايه الصغنونه دي. بحب الفلفل يبقى في الحجم ده كده، اما تيجي تحشيه يبقى صغير بالشكل ده، بيبقى لذيذ وجميل ومسكر كده وحلو. وطبعا هحشي كده كام واحده من الفلفل الحامي
بيبقى عسل في المحشي. بيبقى مشطشط كده وجميل. طبعا اللي بيحب الشطة هو اللي بيحشيه بقى ويبقى عارف ازاي هو بيبقى حلو وطعمه جميل. كده خلصت كل الفلفل. هبدأ كده بقى اروح على النار، اروح اعمل التعصيجة بتاعتنا بتاعت المحشي. حطيت كده شوية زيت حلوين، عشان عارفين طبعا ان المحشي بيحب يكون دسم كده وفي دهون. فحطيت ايه يعني حوالي 5 أو 6 معالق زيت كده كبار. وفرمت برضو كده بصلاية كبيرة، وهبدأ اني اشوحها كده على النار. وحطيت برضك حوالي 5 فصوص توم. التوم بيبقى حلو برضك مع المحشي، لازم كده بيديله طعم وريحة حلوة. وبيشوح كده البصلة تبقى ايه باللون الاحمر ده كده، ما نزودش عليها قوي في في التقلية يعني عشان ما تبقاش تقيلة. ونزلت برضك بالطماطم بتاعتنا، صفتها كده حلو وظبطتها وقمت حطها على طول على البصلة. وبعد ما دخلت كده في السوية بدأت حطيت عليها ملح وفلفل وتوم باودر وبصل باودر وكمون وكزبرة وتوابل لحمة وشوية نعناع صغيرين ومعلقة من السكر. السكر عشان الحموضة بتاعت الطماطم. واسيبها بقى تتسبك كده شوية. ونزلت عليها برضو بمعلقتين معجون طماطم عشان تحمر لنا الصلصة كده وتبقى جميلة بالشكل ده كده. شايفين الصلصة بتاعتنا جميلة وحمرة وتقيلة وحلوة كده ما شاء الله. بعد بقى ما الاقيها اتسبكت خالص كده بالشكل ده، طبعا انا عندي الرز بتاعنا غسلناه وصفناه بالشكل ده، وانزل عليه على الصلصة. انا بحب اعمل الطريقة دي، بعتمدها على طول في كل انواع المحاشي. الطريقة دي جميلة جدا. انا مش بحب ان انا اعملها نية في نية، لازم احطها على النار. معرفش ان انا اعمله كده كله الرز كده، لازم احطه يستوى شوية مع الصلصة كده، ياخد تقلبتين يا دوبك كده برضك. مش ان انا بسويه قوي، لا، يعني مجرد ان هو تقلبتين كده مع الصلصة يتشرب كويس منها بالشكل ده كده. وجبته هنا طلعته بقى في الطبق ده وحطيت عليه الخضرة. وهنا دي الصينية دي هعمل فيها الكوسة، والحلة دي هعمل فيها الفلفل، والحلة دي هعمل فيها البتنجان. وعندنا هنا الفرخة طبعا بتاعتنا اللي هنسقي بيها المحاشي دي كلها. جبت هنا بصلاية كبيرة وفرمتها كده وحطيت عليها معلقة من الفلفل ومعلقة من الملح. هحطها بقى كده على الفرخة وابدأ ان انا ادعك البصلة بالفراخ بالشكل ده كده. انا مقطعة الفرخة بتاعتنا قطع صغيرة كده عشان تستوي بسرعة، وعشان تبقى جاهزة على طول اطلعها من الشوربة احطها في الصينية وادخلها الفرن. بعد بقى ما شربتها خالص بالملح والفلفل كده والبصلاية، بحطها في الحلة بقى بتاعتنا اللي هحطها على النار بالشكل ده كده، واديها تشويحة على النار. وبعدين انزل عليها بالمية عشان تستوي فيها كده. خلاص الفرخة على ما اخلص حشو المحشي تكون الفرخة بتاعتنا استوت ونزلت الشوربة الجميلة بتاعتها. هنا كده بقى بدأت احشي في الكوسة. اول حاجة كده احشي فيها بالشكل ده كده ما شاء الله بالشكل الجميل ده كده. هخلص بقى الصينية وتشوفوها كلها معانا. شايفين كده؟ وسايبه مسافه ما ملهاش الكوسه قوي، لازم تسيبي مسافه كده سنتي في الكوسايه عشان تاخد راحتها في السويه. وطبعا والرز بتاعنا بيزيد بالشكل الجميل ده كده. جبت هنا برضو البتنجان بتاعنا الجميل ده، وحطيت في الحله واحده فلفل كده وواحده بصلايه فرشتهم في الحله. وبدات دلوقتي كده ان اعبي بقى ايه البتنجان بتاعنا بالشكل ده كده. وطبعا برضك ان انا مش بملى البتنجان قوي، ممكن يخدعك البتنجان، تخلي بالك تضغطي عليه كده بايديكي من وسط البتنجانية كده من النص بتاعها، تشوفها اتملت ولا لسه فاضية. لازم تديها فراغ برضك عشان السوا بتاعتها بالشكل ده كده
ما شاء الله هخلص برضو كل البتنجان وتشوفوا معايا، والفلفل برضو كمان. طلعوا بقى بالشكل الجميل ده كده. ادي الكوسة خلصت والبتنجان والفلفل، الفلفل العادي الرومي بتاعنا والفلفل الحامي. وعندي لسه كده شوية رز، قلت اما اعمل شوية محشي كده صغننين. بصل حطيت بقى كده على النار شوية مية ونزلت بيهم كده بالبصل. البصلة انا بقطعها من النص كده، شايفين انا سبتلكوا دي عشان اوريها لكم. بجيبها من النص كده واضغط لما للنص بالظبط، مش بقطعها كلها من النص بس. وبديها غلوة كده على النار لحد ما البصلة تدبل كده معانا وتطرى كده بالشكل ده كده. وبتطلعها من بعض تلاقيها فكت بالشكل ده، تطلع كده من بعضها. وتاخدي بقى واحدة بواحدة كده ونحشيها بالرز. نحط الرز فيها كده ونبرمها، نلف 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 ونقفل. تمسكيها كده من فوق ومن تحت ونحطها في الحلة. طبعا حطيت برضك في الحلة بصلاية وقرن فلفل كده في الأرض. وبنلف كده البصلة بالشكل ده كده وبحطها جنب بعضهم كده يمسكوا بعض. محشي البصل ده بيبقى لذيذ وفيه مزازة كده وطعامه جميل جدا. احلى محشي صراحة. المحشي ده كان جميل جدا. البصل ده بالشكل ده كده. هخلص بقى كل الحلة. دقيقة كده صغنونة على قد كده، ايه 3 4 بصلات اللي انا عملته بالشكل الجميل ده كده. هنخلص كل الحلة دلوقتي. شايفين بقى مرصوصة كده جنب بعضها بالشكل الحلو ده. هجيب كده ايه 3 4 وحدات كده من الفلفل الحامي، ينزل عليها كده يشطشط معانا البصلة. كان مخليه جميل جدا بالشكل الجميل ده. استووا كده مع بعض، عطيله طعم جميل. واحطهم بقى على النار بالشكل ده كده ويستووا بقى معانا بالجمال ده. طبعا حطيت الكوسة بتاعتنا على النار شوية على البوتاجاز، بعدين دخلتها حمرت وشها بالشكل ده. وده محشي البتنجان وده الفلفل وده البصل. وهقدمها بقى معاكم على السفرة بالشكل الجميل ده كده. ما شاء الله. ده البتنجان والفلفل والبصل، ودي الكوسة، ودي الفرخة بتاعتنا. حطيت معلقة من الصلصة ومعلقة من الزيت ومعلقة من دبس الرمان ودهنتها كده وحطيتها تحت الشواية في الفرن بالشكل الجميل ده. طلعت معانا بالشكل القمر ده والمحشي بتاعنا الجميل. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.